شكرا جربة فانتاستيك وسي شاكر الغربي على المجهود اللي تقوم به لأجل خدمة الثقافة والفكر والإبداع. هذه التظاهرة هي نظمتها الجمعية التونسية للفنانين العصاميين، مشكورين حتى هما زاد على هالعمل الجبار اللي قوموا به. التظاهرة خرجوا الباهي في التظاهرة هو أنهم خرجوا من تونس العاصمة وجاوا للجهات، والبداية انطلقت من جزيرة جربة. هما شافوا الجزيرة الحالمة اللي حبوا يبثوا العمل متاعهم انطلاقا من هالجزيرة. البداية كانت بهالمعرض، الافتتاح متاع المعرض هذايا، معرض فيه عدة فنانين تشكيليين من تونس ومن خارج تونس، فيه جزائريين، فيه ليبي، فيه مصري، فيه توانسة، فيه مصر. على كل التظاهرة تدوم من بداية من أمس حتى تكمل نهار 7 في الشهر. فما ورشة في القرية الحرفية، وورشة في هنايا في المركز المتوسطي على رسكلة الحاجات، هكا ياخذوا حاجات من السوق ويرسكلوها. الورشة الثانية باش تكون في القرية الحرفية، ومعاملة الفنانين والحرفيين جنب إلى جنب، والمعاملة مع المعادن والألياف والتين والحجارة، باش تكون فما رحلة بحرية. شكرا زاد الكل المنظمين لهالإيفينمون. الجماعي الذي يحمل عنوان إيجي وجدينا فنواتنا. المعرض يضم أكثر من في قرابة 20 فنان من جميع المناطق التونسية، إلى جانب فنانين أجانب جاءوا خصيصا من فلسطين، من الجزائر، من مصر، من فرنسا، جاءوا للمشاركة في هذا المعرض الجماعي. هو في الحقيقة هذا المعرض ينتمي إلى تظاهرة تحمل عنوان إيجي وهيا نديروا لما، والعنوان راهو هيا نديروا لما ليس عنوانا اعتباطيا، ليس عنوان جاء بالصدفة، بالعكس له خلفية، له عمق. نحن نعرف الأسر في الأسرة الجربية كم تعطي أهمية للمة، وبالإضافة إلى كونه هذا نابع من العلاقات الاجتماعية الإنسانية الأسرية للعائلة الجربية. هذا العنوان المعرض هذا التظاهرة كما قدمها هذه التظاهرة كما قدمها سي طيب، هناك ورشات تطبيقية لا أعيد ذكرها لأنه قال كل ما هو شافي وكافي. لا يمكن للفلسطيني أن يهرب من قضيته. فلسطين هنا،
فلسطين المكان الذي يتعرض للتدمير، وقبل ذلك تعرض للاحتلال، وهو الآن يتعرض للتدمير. فلسطين الاسم، فلسطين الجغرافيا، وفلسطين الثقافة. هذه الثلاثة تتعرض للتدمير والاحتلال والإبادة. هذا سور المدينة وهذه المدينة، نحاول بسور المدينة أن نحميها، ونحاول أن لا يبهت اللون فيها. وهناك تقف المدينة تتحدى المحتل وتتحدى الزمن لتبقى زمنها منذ أسوارها، وحتى هذه اللحظة تبقى القدس عاصمة فلسطين إلى الأبد. هذا هي قضيتي، وهذا رمز فلسطين الذي أرفع به الرأس. وشكرا لكم جزيلا. مساء الخير. نقدم روحي نادية حفاف حمران، فنانة في التشكيل. نقدم زوج لوحات. في زوج لوحات je présente la Casbah d'Alger. Bon, c'est un peu la Casbah d'Alger dans le moderne, vu à ma façon. Bon, ma technique, c'est de la peinture à l'huile. C'est des peintures semi-abstraites où j'intègre un peu le symbole, la calligraphie, la structure de la Casbah. Et la Casbah en Algérie se situe sur une colline. Et de la colline, on domine la mer. Et on a un symbole typique à notre Casbah, parce que c'est des ruelles où la voiture ne monte pas. Donc, on a l'âne qui fait le travail pour ramasser, pour faire les vides d'ordures, les ramassages des déchets. Ils se font par un âne parce qu'il n'y a pas de route. وسام بقلوتي، خطاطة وفنانة تشكيلية من تونس. نوظف الحرف أنا مختصة في الخط المغربي المبسوط وفي الخط القيرواني، ونوظف الحرف على العديد من المحامل. كيف ما القماش، يعني أنا ديجا نلبس في اللابيمون متاعي، أنا هذه اللباس أنا من صنعي، أنا نكتب عليه بالخط العربي، وكذلك نعمله على اللوحات بطريقة كلاسيكية وبطريقة حديثة مودرن. هذاك هو يعني، وإن شاء الله نقدمه أكثر في المجال متاعنا.